اهلا بكم حبايب قلبي اللي بيشارك من جوه. اللهم صل على النبي، اللهم بارك، اللهم زيد. ربنا يكرم عندنا وعندكم. انا مش بعمل الفيديو ده عشان اقول لكم ان انا عيش اوريكم عيش ريد جويل او الكلام ده كله. لا، الحمد لله الحمد لله، يعني بقالي في تفريخ الجويل وقت محترم الحمد لله، وموزع على ناس افراد وعلى محلات، فالحمد لله ربنا يكرم ويزيد. طبعا الحوض متبهدل شويه، بس انا حابب اوريكم لقطه، هي لقطه نادره، معرفش حصلت قبل كده عند اي هاوي او اي حد في اي مكان او في اي وقت او لا، بس انا حابب ان انا اسجلها بصراحه عشان اتبسطت. انا جيت اكل دلوقتي الحوض عندي، انا بفرغ في حوض بلاستيكيه، مش عارف هتشوفوها ولا لا. فحطيت الجوز ده يعني غالي عندي، فانا حاطه بقالي كتير وما بحبش ان انا افرط فيه، وفرغت منه الحمد لله الحمد لله كتير. فانا حبيت ان انا اعزلهم، بقالهم فتره كانوا مع بعض وبتاع وانا حابب ان انا اعزلهم اريحهم شويه، فسبتهم مع بعض في الحوض شويه، ورحت جيت من كام يوم كده عزلتهم. انا عارف ان ده الدكر اللي تحت ودي النتايه بتاعته. الله اكبر، اللهم صل على النبي، لو مش هتعرفوا تفرقوا ما بين الدكر من النتايه، حرفيا مستوى محترم. فببص دلوقتي حرفيا لقيت هي ما كانتش بايظه، يعني انا مش عارف ده حصل ازاي، وما عنديش اي تفسير. انا شفت امبارح ما كانش فيه اي تفسير، ما كانش فيه اي حاجه، يعني انا عارف ان هي بتاخد كام يوم عقبال ما البيت بيفقس. بس انا دي هي ما كانتش بايظه اصلا. ببص دلوقتي عشان اكل لقيت زريعه. ده تم ازاي؟ انا مش عارف، يعني ما شاء الله الله اكبر، كميه محترمه. هي مش اكبر كميه حصلت عندي، بس في المتوسطات اللي حصلت. ففي هنا وفي حاجات طبعا عرفت تخرج عشان حجمها من الحضانه. هل هي باضت ازاي، وهل هو فقس ازاي، هل هو خصب ازاي؟ انا مش عارف اي حاجه. هو بيخصب البيض زيه زي الحاجات البياضه كلها. الذكر بيخصب البيض، بيمشي بالانبوب اللي بينزل من عند جسمه، بيخصب بيه البيض والبيض بيفقس. عمل ده ازاي؟ انا مش عارف، يعني هم المفروض ان دي الفقرات بتاعتهم اللي بيبيضوا عليها، فهو اصلا مش مفيش حاجه هنا. والنتايه كانت هنا بقالها داخله في 4 ايام او 3 ايام، فهل هي باضت ازاي؟ هل هي فقس ازاي؟ هل الزريعه دي الله اكبر دي زريعه عم حر؟ يعني ايه عم حر؟ يعني دي زريعه اوريدي اصلا بقالها كام يوم المفروض يعني، وامبارح ما كانتش موجوده. ازاي حصل؟ انا مش عارف. يعني الحمد لله ربنا يديمها. حتى لو فرضنا ان هو في جنان ان كان في بيض وانا ما شفتوش وده ما حصلش عمره، فهل هم دخلوا ازاي الحضانه؟ انا ما عنديش اي تفسير لكده. وان هو يوصلوا عم حر دلوقتي وهو امبارح ما كانش في اي حاجه، انا مش عارف. بالنسبه لي اعجاز. لو حد من الناس المحترفين، الناس اللي هو الجامدين اللي قبلي وعارفين اكتر مني بكتير، يقدر يقول لي تفسيره ايه يقول لي، عشان انا بصراحه ما عنديش تفسير للموضوع ده. ويا رب يكون فيديو خفيف لطيف ويعجبكم، واستنوا مني فيديوهات كتير اول الفتره الجايه عشان نشوف بقى الايه، المشاكسين دول اللي عاملين يلعبوا من الوشوش اللي قبل كده، الجيل اللي تحت ده. ف وطبعا طفي الموتور، عشان كده تلاقوا الدنيا مغيمه شويه في الحوض. فاستنوا فيديوهات تانية، واعملوا لايك بقى وكومنت لطيف كده على الفيديو، وسلام.